السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم معانا في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة عاوز أتكلم عن اللي بيحصل لنادي الزمالك، والكلام اللي داير عن نادي الزمالك، والزمالك وصل لفين. أنا معاك، الزمالك بقاله 6 ماتشات مش عارف يفوز من أيام آخر فوز ليه كان على الإسماعيلي 3-1. لعنة الإسماعيلي على الزمالك توصت عليها بعد أسوان، بعد كده على نادي الداخلية، وبعد كده نادي الاتحاد، وبعد كده بيراميدز، وبعد كده نادي الأهلي، وبعد كده أخيرا نادي غزل المحلة 2-1. ولسه مرتضى منصور أقل الجهاز الفني. العيب مش في الجهاز الفني والله، عملية مش عملية فيريرا اللي هو على رأس الجهاز يسيب الجهاز، لا، العيب في لعيبة نادي الزمالك. واسمعوا كلامي، لو كده خدنا بالنا بداية الموسم اللي احنا فيه ده في الدوري الإنجليزي، كان مانشستر يونايتد خسر 5-0 من بينفورد، ومش عارف ماتش ايه وايه. تعال شوف مانشستر دلوقتي في المركز الثالث وبيصارع على الدوري الانجليزي. تعال شوف دلوقتي ليفربول فين. ليفربول في المركز الثامن، شوفوا احواله ايه. ما اقلش كلوب، لا سابه ليه، عارف اللي هي الفريق في وعكه وهيستمر ويقوم. تعال شوف فريق تشيلسي في المركز التاسع مع مدربه الجديد، والانتدابات واللعيبه الجديده اللي جابوها فين في المركز التاسع. العمليه مش عمليه مدرب، عمليه لعيبه بالاخص. لعيبه متهاونه، لعيبه مستهتره، اللي لعيب راح ينتف، لا مش عارف لعيب راح يحط لي ايه ويعمل لي ايه، ولعيب جايب ايه. لا، تعال شوف لعيبه الاهلي، انضباط في الملعب، كل حاجه في الملعب، اداره جامده. اداره الزمالك مش جامده ولا حاجه، بالعكس اداره الزمالك متهاونه جدا. انا عندي لعيب لو عمل غلطه بالسلامه يا عم اجمده واوقفه والاعب، اطلع الناشئين، اعمل دنيا. العمليه مش عمليه اللي انا هجيب اسامه نبيه مدير فنيا وهو كان اصلا مدرب لفيورا ومشي والحكايه والروايه. لا يا جماعه، الزمالك عاوز تصحيح، صح، الزمالك عاوز تصحيح من الاداره واقفه صح مع اللعيبه، مش مدير فني فيورا، بالعكس مدرب قدير وذو احتياجات، وجاب لك البطولات اللي فاتت، الكاس والدوري. مش مع اول 5 6 ماتشات 6 ماتشات ما فيش فوز، هزيمه وتعادل من بيراميدز والاهلي، وتعادل ومن هزيمه من اسوان وغزل المحله، وتعادل مع الاتحاد، وتعادل مع الداخليه، وكله في اخر دقيقه. ماشي، انا عارف ان كل ده بيزعل جماهير الزمالك، والله انا بتكلم. الزمالك قطب من اقطاب الكره المصريه، زمالك اهلي، اهلي زمالك، معروفه طول عمرها. لازم نقف ونواسي ونشد من ازر جماهير الزمالك والجهاز الفني يا جماعه. والله ما ينصلح حال الزمالك الا لما يتكاتف كله حوالين بعض، واللعيبه لازم تحس ان هي بتلعب بفانيله نادي الزمالك. شوف روح عند فانيله نادي الاهلي ازاي، يبقى خسران ويكافئ ويبقى متعاد. محمد شريف اهو، تعال شوف في ماتش القمه كان فين. محمد شريف عمره شفته في ماتشين، في ماتش جاب جونين. فين محمد شريف؟ بقاله كام ماتش مش عارف يجيب جون ليه؟ زمالك واصرار ونازل ويكافح وعاوز، وجاب جونين. كهربا اللي بقاله زمن بيلعب قدام الزمالك، الغل باين والنديه وجايب جون وصانع وعامل. انت فين انت؟ بتقول لي ده بيحشش. مرتضى منصور طلع يقول لك ده لعيبتي بتحشش ولعيبتي ما انت اللي بتعمل في اللعيبه كده. فين الاداره القويه؟ الم فرقتي حواليه. تعال شوف نادي الاهلي بيلم اللعيبه ازاي حواليه، ادارته بتلم ازاي، مفيش مشاكل بتطلع وتقاليل. اول لما تقول لك ده الاهلي عمل، ده لعيب من الاهلي عمل، ده سوى، انت الدنيا حلوه معاك، ده بيحششوا، ده بينتفوا، ده بيعملوا، ده بيسكروا، ده بيعملوا نسوان وي. يا عم لا، ادارتك القويه الف حواليها الدنيا، وبعد كده ادور اشوف الدنيا فيها ايه. مش إقالة فيورا، لا، وأسامة نبيه هيفضل يستمر الوضع عليه. والله هي عملية انتماء وولاء للنادي الزمالك أكتر من هو إدارة وانتماء. يا جماعة نقعد ونلم الشمل مع بعض، العملية مش عملتها أشيل ده وأجيب ده، ما هو ده كان هنا وشلتوه ورجعتوا جبتوه تاني على أسامة نبيه. هي ويا رب يصلح الحال الجميع كده ويصلح نادي الزمالك. وده كل من لدينا في الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.